ابو الاغرام هيجنني معاه، قسما بالله ابو الاغرام هيجنني معاه، يتعادل مع انبي. وخلي بالك تعادل الزمالك النهارده مع انبي يقف قصاد حاجتين. هتقول لي ايه هما الحاجتين؟ هقول لك هما السببين. السببين اللي خلوا نادي الزمالك يتعادل النهارده مع انبي، ورقه وقلم وصلي على النبي وتعالى لي. وتعالى لي يا بيه، لو جيت بصيت كده المباراه ديت مشحونه لدرجه فوق ما تتخيل. فلعيبه الزمالك نازله عاوزه تكسب، ولعيبه انبي في نفس النظام، والقصه اللي حصلت قبل الماتش قبلها بكام ساعه فخلت الماتش مشحون لوحده. تمام. الماتش كمان الساعه 5 واجواء والحر بس الجو النهارده كان لطيف ماشي. بس لو جينا بصينا ان نادي الزمالك ضيع من ايده شوط اول ما يضيعش، ومعتمد جمال ضيع من ايده شوط اول ما يضيعش. هتقول لي ليه؟ اقول لك ده السبب بقى الاول وده السبب الرئيسي، التوليفه اللي عملها معتمد جمال. معتمد جمال بدا النهارده يعني كام عنصر في التشكيله الاساسيه غير اللي كانوا موجودين معاه طول الموسم. بدا باحمد ربيع، بدا بالجزيري، بدا بشيكو بنزا. الثلاثه دولت خلوا التوليفه بتاعت نادي الزمالك، وفاهم لسه ما لعبوش بقالهم كتير، ما بيلعبوش مع بعض وماتش رسمي والكلام ده كله، فضيع من ايده شوط اول. تمام. وخلي بالك الزمالك ضيع فرص كتير كاتبهم لك ماشي. السبب الثاني ان نادي الزمالك يتعادل النهارده، كميه الفرص اللي ضاعت. وانا كاتبها ايه؟ كميه الفرص اللي ضاعت من نادي الزمالك ممكن يندم عليها، ان هو راح كتير. الزمالك راح كتير على الجون، وكان ممكن يخلصها بدري. لو جينا في اول كره رأسيه الونش اللي جاب في العرض دي كان ممكن تيجي جون. عندك انفراد بزيرة، يعني دي لو كانت ظابطه شويه كانت ممكن تيجي جون. عندك ناصر منسي ضيع كرة في الست ياردة ما تضيعش. وبرضه عندك كرة كمان ضيعها ناصر منسي برضه ما تضيعش. فانت بتتكلم يا بيه ان النهارده نادي الزمالك كان ممكن يطلع بنتيجه مكسب. انبي راح برضه هو كمان بكذا كوره على نادي الزمالك، ولكن نادي الزمالك التركيز كان عالي قوي. وفكره الماتش ده اجواءه مختلفه، الماتش ده اجواء مختلفه. ده يوصل لك الناحيه الثانيه الاهلي لازم ينزل ياكل بيراميدز، لازم ينزل ياكلهم اكل. هتقول لي ليه يا عم جيمي؟ هقول لك لان في حاله فوز الاهلي النهارده هيبقى الفارق ما بيننا وما بين نادي الزمالك 3 نقاط. الفارق هيكون بيننا وما بين نادي الزمالك 3 نقاط، وده يقول لك ان ماتش القمه يوم الجمعه الجاي هيكون ماتش نار يا حبيبي نار. ليه؟ لان هل الزمالك هيكسب ويستمر فارق الكبير، ولا الاهلي يكسب الزمالك ويبقى الفارق خلاص هيبقى فارق الاهداف؟ الزمالك برضه هيفضل متصدر الدوري بفارق الاهداف. تمام. ولكن نادي الزمالك النهارده مع معتمد جمال، هل بقى معتمد جمال خلي بالك ان برضه في حساباته ماتش القمه، في حسابات معتمد جمال ماتش القمه. بزيرة النهارده لو كان خد انذار كان هيغيب عن ماتش القمه. وخلي بالك برضه معظم لعيبه نادي الزمالك فكرها كله رايح لماتش القمه، الفكر كله رايح لماتش القمه، والتركيز كله رايح لماتش القمه. فده ابسط دليل، يعني ماتش القمه ده ابسط دليل على فكره ان لعيبه نادي الزمالك مركزه في الحته دي. تمام. وده اللي خلى لعيبه انبي يعني الماتش كان حلو شويه. تمام. فرص هنا وفرص هنا وفرص كتير ضاعت هنا وفرص كتير ضاعت هنا، ولكن نادي الزمالك لو كان كسب كان خلص الدنيا. خلي بالك انبي دي فرقه رخمه اساسا، انا عارفها. يعني انا في الدور الاول يعني انا عمري ما انسى ماتش بتاعها، عمري ما انسى ماتش انبي. تمام. فرقه انبوبه، انت تعبني، منفس عليا وعامل ريحه غاز وخربان، انتصب بتوع الحي يجي يقفلوها لك. تمام. ففكره انبي فرقه بلغه الكوره فرقه رزله، فرقه انبي بلغه الكوره فرقه رخمه قوي. تمام. فكره الفرص دي ده بزيرة جابها في زد، الكره دي اللي راح بيها وزقها وعملها بسن الجزمه دي جابها في زد ار2. فانت ما تفهمش النهارده كان في سوء توفيق، ولكن لعيبه النادي الزمالك انا بقولها لك برضو مهما كان تقول لي لا مش في حساباتهم ماتش القمه ومش عارف. انا بقول لك اي لعيب بيلعب في الاهلي وفي الزمالك هو بيستنى ماتش القمه، هو بيستنى ماتش القمه عشان ينزل ماتش القمه. تمام. ماتش القمه ده يا جماعه حاجه تانية، اجواء تانية، روح تانية. فاي لعيب هنا او هنا هو بيبقى عاوز يلعب ماتش القمه، ما تقوليش مش عاوز يلعب ماتش القمه. هنا وهنا اي لعيب بيبقى نفسه يلعب ماتش القمه، فهتلاقي تركيزهم كله رايح لماتش الزمالك ماتش الزمالك والاهلي. تمام. احنا بقى هنلعب شويه كده، الاهلي هيلعب شويه كده مع بيراميدز.
اكسب، نكسب عشان احنا خلاص جبنا اخرنا، جبنا اخرنا يا اهلي. تمام، سلام.